المنتخب التونسي من بعد ما جرى على المدرب ديالو، جاب المدرب السابق للمنتخب السعودي ايفي رونار ومدرب السابق للمنتخب المغربي في كاس العالم 2018، جابوه قالوا غادي يدير لنا شي حاجه. مع ذلك كنشوفوا خساره كبيره من المنتخب التونسي امام المنتخب الياباني. راه شوف المدرب ماشي هو اللي كيلعب، المدرب يكون عنده حظ، لكن المدرب ماشي هو اللي غادي يدخل ويدافع لك، والمدرب ماشي هو اللي غادي يدخل ويماركي لك، راك انت اللي كتقدم شي مجهودات اللي كبيره، انت اللي كتدرابو ديالك ماشي المدرب. المدرب كيعطيك حتى الثقه في النفس، المدرب كيعطيك كيفاش تلعب، كيحط كل لاعب بلاصتو، لكن الدور كبير كيبقى ديال من؟ ديال اللاعبين. قال عصام الشوار قال لك حنا ما عندناش لاعبين وما عندناش منتخب، واللاعبين كاملين هادو اللي كيلعبوا في المنتخب التونسي وكلهم خصهم يشوفوا حالتهم ويغادروا المنتخب التونسي. صراحه المنتخب تونس غير كما شاركش في هذا كاس العالم حسن، كما شاركش في هذا كاس العالم حسن. المباراه الاولى ديالو خسر 5-1 امام السويد، المباراه ديالو الثانيه عاوتاني ب 4-0 امام اليابان. صافي المنتخب التونسي غادي يغادر في المجموعه الاولى، غادي يغادر بهذا كاس العالم وغادي يغادر بواحد الخساره اللي كبير ب5-1 والان امام اليابان ب 4-0. والله غير كارثه كارثه. عصام الشوالي ولا ما كيتمنى يخرجوا ينسحبوا كاع المنتخب، ينسحب وما يتفرجش كاع وما يشوف المنتخب ديالو كيخسر بواحد المهزله كرويه.